من الاخر مع محمد شبانة، وصباحكم دايما زي الفل. حاجتين متناقضتين في ماتش الزمالك وبيراميدز. الاهلي كسب المصري، عارفين، امبارح 1-0 وتصدر الدوري الممتاز وطار خلاص. يعني هو طار للقب من الماتشين اللي كسب فيهم بيراميدز، لكن كمان مع تعادل الزمالك اللي حصل ده، ويبقى كده الزمالك منح الاهلي 5 نقاط غاليه، 3 بالانسحاب في المواجهه بين الفرقتين، و2 انسحابهم من بيراميدز امبارح. انما ليه الكلام على الموضوع ده؟ لانه اذا كنا اختلفنا في قرار الانسحاب في هذه المباراه اختلاف مع الكابتن حسين لبيب ومجلسه، الا ان الزمالك امبارح كانوا رجاله في المباراه، فريق رجاله في المباراه، فريق يستحق الحقيقه التحيه، ان هو لا ناقه له ولا جمل في القمه. والزمالك والمنافس التاريخي للنادي الاهلي بيلعب مباراه رجاله قدام بيراميدز وبيخطف التعادل، بل بيراميدز اللي خطف التعادل. الحقيقه كان الزمالك متقدم لغايه يمكن قبل نهايه المباراه بربع ساعه، وناقصه لعيبه كتير، وبيلعب بحارس مرمى صغير ناشئ، وكلام كتير جدا يتقال في هذه المباراه. لذلك التحيه للزمالك على الاداء والرجوله والنتيجه، وكان اقرب للفوز. ما فكرش في الاهلي والفوز بالدوري، وهذه شمه الكبار عشان تكونوا عارفين. يعني حاجتين متناقضتين في هذه المباراه، الزمالك وبيراميدز. حاجه اسعدت الجمهور وحاجه اغضبت الجمهور. اسعد الجمهور ظهور محمد الشيبي في المباراه، وكان هتاف غريب جدا، راجل يا شيبي بصوت عالي جدا بعد المباراه، والشيبي مصدق نفسه ورايح لجمهور الزمالك كانه نجم الزمالك بيندهله، او جمهور الزمالك بيندهله، وجمهور الزمالك بيقول له راجل يا شيبي نكايه في حسين الشحات اللاعب الاهلي، في اطار صراع تاريخي بين الفرقتين وبين الجمهورين وبين الناديين اهلي وزمالك. لكن جمهور الزمالك مش بيحيي الشيبي اللعيب المهاري صاحب الاداء الرفيع، او الجمهور الزمالك بيتكلم مع الشيبي عن واقعه نتيجه صراع دائم بين جمهورين. فسعاده الشيبي مش يعني راح للجمهور وبيحييه بيقول لهم على دماغي وبتاع زي ما اللعيبه بتعمل للكبار لما الجمهور يندهله. انا عايز اقول له هذه سعاده زائفه، لان جمهور الزمالك باني هذا الهتاف على الصراع التقليدي بين الناديين. لكن الموقف الثاني اللي احزن بقى جمهور الزملكاويه في مباراه بيراميدز كان الاعلان بتاع المياه الغازيه اللي على ظهر فانيله نادي الزمالك. والحقيقه الاعلان ده كان صادم لجمهور الزمالك، سواء في الملعب او في السوشيال ميديا، لانه قبل كده مجلس الزمالك اتكلم على الموضوع ده وزايد عليه مع الجمهور، والجمهور يعني قبل كده رفض الفكرة دي تماما. وكان موقف الزمالك في هذا الرفض مسار اهتمام بالغ وشديد جدا من اهالينا في غزة، لدرجة الاهالينا هناك كانت بتقاوم بقميص الزمالك وفانيلة الزمالك، والموضوع ده اتحط على السوشيال واتفرجنا عليه كلنا. امبارح جمهور الزمالك على السوشيال ميديا مصدوم وبأفظع الألفاظ بيوجهها لمجلس الإدارة على هذا الإعلان وعلى هذا الدعم للنادي المرفوض من وجهة نظر الجمهور، ورفض تام وشديد وكبير بأي شكل كان. فالحقيقة يعني أنا معرفش مجلس الكابتن حسين لبيب هيعمل إيه في هذا الأمر. هو عنده مشكلة مادية ضخمة ربما يضطر أمامها لقبول عرض زي ده، لكن الجمهور رفضه قلبا وقالبا وشكلا وموضوعا وكل شيء، بل ان بقت في دعوات لمقاطعه الماتشات ودعوات لمقاطعه المجلس الاداره ودعوات لمقاطعه الفريق. بقت في حاجات كثيره جدا عماله تتطور وتكبر من امبارح. فكان الله في عون المجلس في هذا الموقف، وكان الله ايضا في عون الجمهور في هذا الموقف اللي اتكلم قبل كده على اشاد برفض المجلس الموقف، ثم بعد كام شهر فوجئ بموافقه المجلس على وضع الاعلان على تيشيرت نادي الزمالك. النادي الاهلي كسب امبارح وتربع على القمه، ويعني الاهلي السنه دي عامل كل حاجه رائعه. يعني كسب الكاس من الزمالك، كسب السوبر من
مودرن سبورت ومن سيراميكا ومن بيراميدز، وثالث العالم في كاس العالم للانديه، يعني كسب دوري ابطال افريقيا، وهو خلاص يعتبر كسب الدوري، يعني متعادل في النقاط مع بيراميدز وفرق 3 مباريات. يعني الاهلي المباريات المتبقيه بتاعته السبعه، اذا خسر منهم 3 ياخد الدوري. تخيل اذا خسر 3 من السبعه، والله الاهلي طول السيزون خسران ماتشين، ماتش مع الزمالك وماتش مع البنك الاهلي 2-1 و4-3. فاذا خسر الاهلي 3 من السبعه الباقيين ياخد الدوري، ما عندوش مشكله يعني. تخيل، وستعادل 4 من ال8 من السبعه وكسب 3 بس وتعادل 4 ياخد برضو الدوري. فالاهلي يعني خلاص. لكن في حاجه لازم تتسأل، كيف يفرط الاهلي في اليو ديانج دون التعاقد مع لاعب في هذا المكان؟ الجمهور بيسأل. يعني حمدي فتحي ثم اليو ديانج. حمدي فتحي الناس هديت لما الاهلي تعاقد مع امام عاشور. امام عاشور كان صفقه مثيره للاهلي هذا الموسم، ومفيده ومثيره وكل حاجه، ومن افضل لاعبي الدوري المصري السنه دي. لكن الناس بتقول لك وانت ساب كريم نيدفيد في الفريق وبتمشي اليو ديانج ده عشان الفلوس يعني، ولا بتعمل ايه؟ لما سالنا في النادي الاهلي، طبعا ده سؤال محترم، لان الاهلي قوته في خط النص، عشان تبقى عارف قوه الاهلي الحقيقيه في خط النص. الصداده اللي عاملها مروان واكرم مع امام مع اليو ديانج مع عمرو السوليه، كل دي لعيبه على مدار الموسم قافله الحته دي. يعني مع كريم نيدفيد طبعا قافله، مع كوكا قافله تماما نص الملعب. انما لما يمشي لعيب بتقل اليو ديانج لازم الجمهور يتساءل، لانه ما ينفعش يمشي كده وماشي في وقت يعني مش سهل. الاهلي بقاله 7 ماتشات، الاهلي مش بقاله ماتشين ولا 3 ولا ماتش ولا ضمن الدوري، ده الاهلي اللي بقاله 7 ماتشات، وماشي امبارح قبل مباراه مهمه، مباراه المصري، في غياب مروان عطيه، اللي الراجل لما اداله موافقه انه يعمل الزفاف ويتجوز اداله الموافقه على اعتبار ان عنده اليو ديانج مكمل لاول الشهر، واحنا قلنا كده انه هنلعب الماتشين بتوع المصري ثم مباراه سيراميكا. لكن يبدو ان نادي الخلود رجع في كلامه، او المدرب بتاعه غضب لدرجه انه هدد بافشال الصفقه، مش عايزه خلاص، لازم يرجع لي حالا يا مش عايزه. فاضطر الاهلي ان هو يستجيب رغم ان هم سبق واعلنوا انه مكمل لاول الشهر. مين هيجي مكان اليو ديانج؟ ده السؤال اللي الجمهور بيساله قلقان منه في الموسم الجديد. طبعا في 2، محمد علي بن رمضان اللي المفترض الاهلي بينجز معاه القصه، وفي ناس في النادي الاهلي بتلمح انها تحصل مفاجاه في هذا المكان، مكوينه. خد بالك، في ناس بتقول هتبقى في مفاجاه مكوينه ده لو جه دي مفاجاه مش قويه صادمه لاي حد، لانه لعيب كبير جدا بتاع سان داونز. الحاجه الثانيه اللي عليها الكلام، عمر الساعي لاعب النادي الاسماعيلي، واللي مارسيل كولر شايف انه لعيب هيبقى مؤثر ومهم ليه في منطقه نص الملعب. اذا محمد علي بن رمضان ومكوينه كلاعبين اجانب في هذا المكان مرشحين بقوه، وعمر الساعي لاعب الاسماعيلي ايضا مرشح بقوه، والنادي الاهلي بيجهز لهذه الفكره. كولر بعد ماتش المصري اتكلم عن البطء اللي في نص الملعب. على فكره انا مش بقول كده عشان المح على كريم نيدفيد، لكن كريم نيدفيد رتمه مش رتم الاهلي الحالي. كريم نيدفيد بيخبط كتير، ويعني بيعمل فاولات كتير، ومحتاج يعمل لعب مباشر، وانا بعذره. هو لعيب قوي جدا، لعيب مهم جدا. على فكره كريم نيدفيد لعيب عالي جدا، وعنده يعني ميزه ان هو بيزيد وبيشوط، لكن كريم طول الوقت بعيد عن التشكيل، فانت بتستدعيه فجاه. لما اليو ديانج مشي تستدعيه فجاه، فمساله مش سهله يعني، محتاج وقت. يعني كريم نيدفيد لو لعب 3-4 ماتشات ورا بعض هتشوف حاجه تاني غير اللي انت شفتها امبارح. لكن فعلا كان في بطء في اداء الاهلي امبارح، وده اللي قاله مارسيل كولر. كان في نوع من البطء خصوصا في الشوط الاول، حاول ان هو يهرب منه علشان خاطر يكسب، وده اللي حصل في الشوط الثاني. وخدت 3 نقاط غاليه من النادي المصري ومن الكابتن علي ماهر، اللي بيبقى حريص يعني انه يقدم مباريات قويه جدا قدام النادي الاهلي، وهو مقدم مباريات قويه على مدار الدوري، مش بس قدام النادي الاهلي. انما لما تلعب ماتشات قويه قدام اهلي وزمالك وانت مدرب فريق تاني غيرهم، دي حاجه تحسب لك لا تحسب عليك.
يعني انا دايما بشوف الناس تقول لك وعلي ماهر ما بيجيش الا قدام الاهلي يعني ويتمنظر لا بالعكس، هو ثالث الدوري، يعني معناه انه عامل ماتشات قويه كتيره جدا. بالعكس كابتن علي ماهر من المدربين الرائعين جدا واللي ليهم بصمه حاليا في الدوري الممتاز المصري.